ومع مرور الايام ماريا اتعودت على وجود ديفيد في حياتها ونسيت نفسها معاه، وما كانتش بتهتم بالبقر زي الاول عشان طول الوقت مع ديفيد في الغابه. بعد كده ديفيد بيعلمها حياه الحضر ويعلمها طرق الاكل والشرب ويوصف لها الحياه في المدينه، وكمان بينصحها انها تنزل الحضر علشان تعيش حياتها، وبيعرفها ان المدينه جميله جدا وفيها حاجات مش موجوده في الريف زي السهر والفسح والاصدقاء. ويوم بعد يوم ماريا بتحس ان ديفيد بيحبها ومهتم بيها وعلى طول شايل همها، وكان بيجيب لها اغلى الملابس والمأكولات، وطول اليوم هما الاتنين بيقضوا الوقت مع بعض. وماريا اتعلقت بيه وحست ان حياتها من غيره ملهاش اي لازمه، وكانت بتحس وهي موجوده معاه انها طايره وكانها مالكه الدنيا بايديها. وفعلا كان ديفيد مالي حياتها حب وسعاده، وكمان ديفيد بيطمنها ان عمره ما هيسيبها وان هيكون دايما جنبها. وساعتها المطر بينزل عليهم من كل مكان، وماريا كانت فرحانه جدا وهي موجوده مع حبيبها. بعد كده ديفيد بيديها كتاب علشان تتسلى وتقرا فيه، وبيعرفها ان الكتاب عن الحياه الزوجيه وعن العلاقات الجسديه بين الحبيب وحبيبته. فجاه وهم قاعدين مع بعض شافوا اطفال من القريه بيبصوا عليهم، وقتها ماريا خافت جدا منهم علشان يعرفوا مامتها باللي شافوه. وقتها ديفيد حاول يهديها وقال لها دول اطفال صغيرين ومش عارفين اي حاجه. بعد كده ماريا بتروح البيت وهي خايفه وخدت الكتاب معاها، وساعتها مامتها ما كانتش موجوده في البيت. راحت طلعت الكتاب وبدات تقرا فيه. فجاه ومره واحده مامتها بتدخل عليها وتشوف الكتاب في ايديها. بعد كده بتقول لها مين اللي اعطاك الكتاب؟ وقتها ماريا كدبت عليها وقالت لها لقيته في الغابه وانا كنت بتفرج على الصور اللي فيه وبتعلم منه القرايه. وقتها مامتها شكت انها بتكدب عليها، راحت اتعصبت عليها وضربتها. بعد كده بتقول لها انت من زمان متغيره ومش طبيعيه ودايما سرحانه وبتفكري، وانا حاسه انك انت بتعرفي شاب وماشيه معاه. وقتها ماريا بتتعصب على مامتها وتعرفها ان كلامها مش صحيح ومفيش دليل على كده. وقتها مامتها هددتها انها تخلص عليها لو حملت منه. بعد كده حاولت انها تعرف اسم الشاب اللي ماشيه معاه، لكن ماريا بتقول لها انا مش ماشيه مع اي حد، وترجتها انها تصدق كلامها. لكن بالعكس مامتها بتشك فيها اكتر. بعد كده بتقول لها يوم الاحد هتروح معايا الكنيسه عشان تقابل الكاهن وتعترف بخطيئتك. وقتها ماريا ما كانتش عايزه تروح الكنيسه علشان امها ما تكبرش الموضوع، لكن مامتها اصرت على كده. وفعلا بيجي يوم الاحد وراحت ماريا هي ومامتها الكنيسه. وقتها الكاهن بيحاول يتكلم معاها ويهديها ويطمنها علشان تعترف له بكل حاجه وتقول له على الخطايا اللي عملتها، وعرفها الكاهن ان مفيش حد هيعرف اي حاجه من اللي هتقوليه والموضوع هيكون سر ما بيننا، ويعرفها ان هيقول لها على رايه سواء كان صح او غلط.